السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة يوسف. النهاردة بإذن الله نتعرف مع بعض على كل حاجة عن مدرسة الضبعة النووية وإيه شروطها والمدرسة صعبة ولا سهلة، وإيه الشغل اللي بعد المدرسة والكلام ده كله بإذن الله هنتكلم عليه في فيديو النهاردة أو في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش يا غالي، ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ده كله ما تنساش تصلي على النبي في الكومنت. تمام، يلا نبدأ الفيديو. النهارده بإذن الله هنتكلم عن مدرسة الضبعة النووية. إيه هي مدرسة الضبعة النووية؟ مدرسة الضبعة النووية من اسمها أنت بتشتغل في المفاعل النووي، المفاعل النووي السلمي، واللي هو بعديها بعد ما بتتطور والكلام ده كله بتشتغل في المفاعل النووي المصري. تمام. يعني طب هو هل قبضه كويس ولا لا يا يوسف الكلام ده كله؟ طبعا قبضه كويس جدا. انت عارف يعني إيه انت بتشتغل في المفاعل النووي؟ يعني حاجة كويسة جدا بتهتم بيها الدولة. فهو شغلانة كويسة جدا ويعني يبقى ليها رغبات جدا، والناس بتحب تخش من الضبعة النووية عشان كده. تمام. بالنسبة للدراسة اللي جوه المدرسة، هل المدرسة داخلي؟ طبعا المدرسة داخلي طبعا. المدرسة موجودة فين؟ المدرسة موجودة في محافظة واحدة بس اللي هي مرسى مطروح. المدرسة طبعا داخلي، بتروح طول الأسبوع وتيجي يوم الخميس، وبعد كده بتمشي يوم السبت الفجر. تمام. كده اتكلمنا في كل حاجة. تمام. بالنسبة للدراسة اللي جواها صعبة ولا سهلة؟ هي ولا صعبة ولا سهلة، هي في المتوسط كده. انت بتشتغل عملي جدا، بيخليك تكتسب خبرات اكتر، تبقى اجتماعي اكتر، تعرف تشتغل، تعرف تمسك نفسك، تمسك قرش يعني، وتعرف الجنيه رايح فين. تمام. يعني هي مدرسة صراحة كويسة جدا، بتهتم بالطالب جدا. يعني تالت حاجة بنتكلم عليها صديقي هي التنسيق بتاعها وشروط القبول فيها. التنسيق بتاعها هو شروط القبول فيها. تمام. التنسيق بتاعها بيبقى ايه؟ الحاصلين على الشهادة الإعدادية من 260 ل 265 على حسب بقى السنة اللي انت هتبقى فيها. تمام. الاختبارات، ودي آخر حاجة نتكلم عليها النهاردة، الاختبارات. تمام. بالنسبة للاختبارات، انت طبعا مش محتاج تقفل مواد او الكلام ده كله زي مدرسة ستيم. بس انت بيبقى محتاجين منك بس اختبارات كده بسيطة، زي اختبارات اي كيو الكلام ده كله. بإذن الله هنعمل عليه حلقة في قناتنا بإذن الله. اختبارات اي كيو الكلام ده كله، اي حاجه من الحاجات دي، اختبارات رياضه، يعني بيشوفوا بس مدى فكر الطالب، او مدى ان هو حابب ان هو يخش المجال ده ليه والكلام ده كله. اسئله يعني والحاجات دي. بس كده يا صديقي، وانا جايب المعلومات دي والله مش من حد، مش من اي حد، يعني المعلومات دي متجابه من ابن عمي طالب تانية ثانوي، رايح تانية ثانوي السنة دي فيها، فهو طالب جواها، فهو مديني كل المعلومات اللي فيها. تمام. ونسيت يا صديقي اقول لك على حاجه. النظام اللي جواه بيبقى عباره عن 5 سنوات، وتقدر تخش من مدارس الدبلوم الفني الصناعي. تمام. طبعا الشهاده بتاعتها بتبقى دبلوم فني صناعي، بس صراحه شغلانتها محترمه جدا. وابتدى المرتب بتاعها محترم جدا، ولو عاوزين نتكلم عن المرتب في فيديو لوحده والشغلانه بتاعتها في فيديو لوحدها باذن الله هنتكلم عن كل ده. اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا عاوزين مدرسه ايه تاني، وباذن الله هنتكلم عليها في اقرب وقت ممكن. تمام. لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ده كله ما تنساش تصلي على النبي في كومنت او تكتب لي كومنت تشجعني فيه. ومع السلامه.